مرحبا بكم في القناة. فضلا منكم اشتركوا في القناة وفعلوا جرس، وإذا عجبكم الفيديو خلوا لي إعجاب وشي تعليق زوين، وشكرا على دعمكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم في إيتا فلوج اللي غادي نستمروا فيها باش نشوفوا القلعات اللي تتواجدوا في ريديو إيميليا. اليوم غادي ناخدكم معايا في زيارة لوحدة من أقدم القلاع في إيطاليا، قلعة كاستيلو دي أرتسيتو. هاد القلعة كتحمل معها أكثر من 1000 عام ديال التاريخ، وموجودة وسط الطبيعة الزوينة وهدوء خيالي في المنطقة ديال ريديو إيميليا في إيطاليا. معلومات على كاستيلو دا أرتسيتو. الموقع أرتسيتو، وهي قرية تابعة لمدينة سكانديانو في إقليم ريديو إيميليا، جهة إيميليا رومانيا، شمال إيطاليا. أصل القلعة ترجع للقرن التاسع، يعني من عام 883 تقريبا، وكانت في الأول قلعة دفاعية وسط الأراضي المنخفضة. الحالة الراهنة قسم مملوك للبلدية ومفتوح للزيارات المسبقة. فين جات بالضبط والمدن اللي قريبة منها؟ سكانديانو 5 دقائق بالسيارة، يعني حوالي 3 كيلومتر. ريديو إيميليا 20 دقيقة تقريبا، يعني حوالي 17 كيلومتر. مودينا 40 دقيقة بالسيارة. بارما حوالي ساعة واحدة. كيفاش توصل لقلعة أرتسيتو؟ بالسيارة إذا كنتي في ريديو إيميليا أو مودينا تمشي عبر طريق SP 456 أو لا SS تسود. كاين باركينغ مجاني قريب من القلعة في بيازا كاستيلو أرتسيتو. أوقات الزيارة: الدخول غالبا بالحجز المسبق، خاصة في ويكند أو أيام نشاطات ثقافية. بعض الأقسام فيها ملك البلدية، وفيها كنيسة صغيرة أوراتوريو دي سان روكو تقدر تزورها. الدخول مجاني للأطفال تحت 15 عام وللكبار فوق 65 عام. تابعوني في هذه الرحلة، غادي نوريكم الطريق، المشاهد، وغادي نهضر حتى على بعض الأسرار اللي كتخبيهم جدران هذه القلعة.
وهكا نكونوا سالينا الرحلة ديال اليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا واكتشفتوا بلاصة جديدة وعجبتكم الأجواء. ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لي نيكم في الكومنتير، وطبعا اللي مازال ما مشتركش يبارطاجي ويضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم في الفيديو الجاي وخليكم ديما معايا. سلام.